فيك نتبعك هكا ممكن ساعة ساعة ندخل نتبعك. انت جزائري معارض للنظام السياسي، بصح على راك مع شغل نحسك دافع بزاف على النظام المغربي المخزني. تقدر تقول لنا على واه؟ دوك انت جزائري من حقك تعارض النظام، خويا انا ما نتفاهمش مع النظام هذا، ما تعجبني سياسته، بصح ما تطبلش للمخزن. انت مهما كان تكون راك جزائري، لا كان مغربي، لا كان عطاوك الجنسيه المغربيه قلنا خويا باش نعتبروك مغربي ومن حقك كمغربي تعارض السياسه والنظام في الجزائر. وشكرا. شكرا. انا المشكل تاعي على بالك ما نقدرش نكون مغربي، كي انا شفت الشاب فضيل شفتو ولا مغرب البارح شفت غنايه يغني على الملك يشكر في هو الملك الشاب خالد وسيدنا. اي باسكو على بالك فضيل انسان مستحيل يقدر يكون جزائري باسكو مربي بزاف. انا فيا الكوتي هذاك شويه عريان تما باسكو كبرت فيه جويه خنشله، تما عندي الطبيعه هذيك تاعي الصعيبه، تما نقدر نتعامل مع الجزائري. بصح واحد كيما الشاب فضيل صراحه ما يقدرش. هذه برك حكيت لي على الجنسيه المغربيه، دونك عمري ما نقدر تكون عندي جنسيه مغربيه، بالاضافه الى انه تما الملكيه حاجه ما نعرفهاش انا. الملكيه عندها اصولها، عندها جذورها التاريخيه اللي حنا ما تربيناش عليها وما عندناش في تاريخنا، خصوصا انني من الشرق يعني ما عندناش الطبيعه هذه. تما هذا الامر صعب جدا. تما نحسك هكا قريب لينا. ايه وانا كبرت في خنشله تما، وقلت لك اصلا انا الطبيعه تاعي فيا الكوتي تاع الجزائري هذاك، الجانب هذاك تاع شويه ما عنديش هذيك الليونه تاع المغاربه اللي عندهم الصواب، عندهم الطبيعه هذيك اللينه في الكلام. هذا برك على الجنسيه ومن حقك تهضر الكلام هذا على كل حال. من درك كي نروحوا للجانب تاع النظام نشوف بزاف المغاربه هنا يكومونتيو ويعجبهم الحال كي تبداو تقصفوا منا. اكيد ومرحب بهم دائما عندي، انا دائما نقول مرحب بهم دائما عندي اليوم وغدا، اليوم وغدا. ناس مربيين، ناس محترمين. انا على بالك الفرق انت درك كي تظن كي تطلع عندي انا راح المشكل تاع انصار النظام انهم ماشي مربيين. انت انسان هضرتها بسلاسه كان نرد عليك بهدوء، محال نهاجمك. المشكل تاع انصار النظام كي يطلعوا يهضروا الكلام هذا يهضروا بهذيك العنجهيه والعنف والعياط. كي تهضر بالعقل الى حين انك تبين بالك حاجه مش مليحه. دركا في الجانب هذا تاع الجانب المغربي، تسمى انت لو كان جاو فرنسيين هنا صدقني باللي ما تقول ولا كلمه، لانك عندك عقده المستعمر. المغربي تجيك عقده منه باسكو يساعدك وقت الثوره التحريريه، باسكو لو كان ماشي هما، لو كان ما استقليناش كيما هما، كيما التوانسه، كيما المصاروه، كيما السعوديين. بصح حنا فينا نكران الخير، هذه حاجه كبرنا بها صراحه في الجزائر. باش نحل لك حتى طبيعه تاع الجزائري بما فيهم نتايا. دركا نجيو للجانب تاع النظام. هل ممكن تعطيني حاجه انت تعتبرها تطبيل للنظام المغربي قلتها انا والله نشوف المغاربه يكومونتيو لك بزاف ويقولوا شغل يشجعوا فيك. انا اسمع تاع المغاربه خويا درك ما نبقاش. انت من حقك تعارض واحد لا يسلك خلاص. وتاع النقطه تاع المغاربه راني قلت لك انا اتبنى انهم هنا. انا كي يجيو عندي المغاربه برك ما فتح لهمش المجال يتكلموا. يجيو عندي الليبيين هذيك الخطره كي نتكلموا على ليبيا نفتح لهم المجال. انا اللايف تاعي اصلا شمال افريقي ماهوش لايف جزائري فقط. وطبيعه الحال بحكم العلاقه تاعي مع المغاربه انهم يكونوا عندي بعدد كبير وناس نحبهم وناس يحبوني، وما كان حتى مشكل في الجانب هذا. وين المشكل؟ نتوما لو كان راني قلت لك يجيو فرنسيين توليو تعبدوهم تركعوا لهم باسكو هما عندهم الجماجم وعندهم. عمرك سمعت واحد انت مثلا طلعت لو كان كنت صح جزائري وفيك النخوه تاع الشاوي تطلع تقول لي اول حاجه انت شوقي بن زهره عايش في فرنسا هذيك اللي محتاج الجماجم تاع الشهداء في باريس؟ بصح نو، انت تطلع تحكي على المروك باسكو فيك هذيك الطبيعه هذه. درك خلاص ولات داخله دخلها لك النظام انه العدو تاعك هو الانسان اللي ساعدك وقت الثوره التحريريه واللي جاب لك الاستقلال مع جهات واحده اخرى. بصح